بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. انا ام احمد وهعمل معاكم النهاردة كحك العيد، وده اول حاجة في نواعم العيد. هنعمل شوية كحك كده بطريقة زمان على السخن، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، من اللي ريحتها بتجيب اخر الشارع. بس قبل ما نبدأ بالفيديو يا ريت لو ما حطيتش اللايك تحطيه، وكمان يا ريت تشير الفيديو عشان الكل يستفيد. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا حبايب قلبي. اول حاجه كده معايا 3 كيلو من الدقيق متعدد الاغراض، واهم حاجه يكون نسبه الاستخراج بتاعته 72%. والدقيق اللي انا استخدمته ده اسمه دقيق الحاوي يا جماعه، حلو قوي قوي لنواعم العيد. تمام. هستخدم لل3 كيلو دقيق ايه؟ هستخدم لهم كيلو ونص من السمنه الفلاحي او السمنه البلدي الصفراء. دي كانت زبده وسيحتها. تمام. يبقى لكل كيلو دقيق نص كيلو من السمنه. وهنزل لكم كده بالمقادير في صندوق الوصف. والمقدار ده بالنسبة لي مظبوط جدا جدا، والكحكة بتاعته بتبقى جميلة قوي قوي ودايبة وزي الفل. خلاص. هنعمل ايه؟ هرفع بقى كده السمنة دي على النار كده لما تسيح معايا. زي ما قلت لكم هشتغل على السخن خلاص كده. وعلى ما تسيح هبدأ بقى اشتغل في الملبن. الملبن ده انا عملته معاكم قبل كده، انا اللي عاملاه على ايدي، وهحط لكم برده اللينك بتاعه في صندوق الوصف. جبت الملبن ونزلت عليه كده باربع خمس معالق من السمسم. انا بحب السمسم جدا في الملبن. وحطيت عليه كمان معلقتين سمنه كده فلاحي، معاهم شويه من الفانيليا وشويه كده من ريحة الموز. وعجنته كويس قوي زي ما انتوا شفتوا كده. وهبدأ بقى اكوره واجهزه كده عشان يسهل معايا الموضوع ويبقى إيه شغلنا كده على مية بيضة زي ما بيقولوا. وصلتي لغاية هنا معايا حبيبة قلبي كده؟ يلا بقى اخبطي اللايك، ها اخبطي اللايك بسرعة، ما تبخليش علاقتك بيه. خلاص خلصنا الملبن. هنجيب الدقيق بقى ونشوف هننزل عليه بايه. نزلت عليه بثلاث معالق كبار من السكر البودر، يعني لكل كيلو من الدقيق معلقه كبيره من السكر البودر. وهننزل عليهم كمان بمعلقه كبيره من البيكنج باودر. وهنا 3 كيلو من الدقيق هنزل على كل كيلو كده معلقتين كبار من السمسم المحمص نص تحميصه، انا كنت مجهزاه ومحمصاه قبلها. هننزل كده برضو بنص معلقه من الفانيليا. ومعايا هنا بقى ريحه الكحك جايباها من عند العطار، هم تقريبا كده معلقتين. هنزل بهم كلهم على ال3 كيلو. يبقى ال3 كيلو دول حطيت عليهم ايه؟ معلقتين كبار من ريحه الكحك. وكمان ما ننساش نص المعلقه من الصغيره كده من الملح. وهنقلب المكونات الجافة دي كده كلها على بعضها. ومعايا كمان هنا روايح، انا بحب الكحك تبقى ريحته حلوة كده وجايبة لاخر الشارع زي ما بقول لكم. هنا السمنة كانت اتقدحت وسخنت. هبدأ انزل بيها على الدقيق زي ما انتم شايفين بالشكل ده. شايفين قد ايه كده بتغلي؟ ربنا يسترها عليكم يا جماعة، ما تخلوش الولاد الصغيرين يبقوا واقفين جنبكم. تمام. واما تيجي تعملي الكحك بالطريقة على السخن كده، اعمليه في حاجة استانلس، بلاش بلاستيك يا جماعة ماشي. ما تعملوش في في حاجة بلاستيك. تمام. هبدأ بقى كده هقلب السمنة في الدقيق كده بالسباتيولا على لغاية لما يبرد خالص. وبعد ما يبرد بقى هعمل ايه؟ ودي اهم خطوة للكحك، اللي هي ايه؟ البس. هنبسه كويس قوي. امسكي كده الدقيق ما بين ايديكي كده، وابداي ادعكيه كده او افرمي فرمة كويسة. ماشي. الطريقة دي او البست عامة للكحك هو اللي بيخلي الكحكاية بتاعتك كده ناعمة ودايبة وزي الفل. خلاص. انا خدته طبعا على الارض وقعدنا كده وبسنا براحتنا. وبعد ما بسيت بقى هنعمل ايه؟ هنكمل بقى الخطوات بتاعتنا. جبت هنا مع كوبايتين من اللبن الدافي، نزلت عليهم كده بمعلقة ونص من الخميرة ومعلقة كمان من السكر، وقلبتهم كويس قوي. وبما ان انا مجربة الخميرة فهشتغل بها كده على طول، مش هركنها شوية. تمام. ونزلت بالروايح بتاعتي هنا، ازازة من السمنة البلدي كمان معاهم ازازتين من ريحة الموز. وهبدأ بقى هلف بس كده اتوه الدقيق بالمية. تمام. الكحك مش عايز عجن، الكحك ما بتعجنش. الكحك لو عجناه هيعضم معانا وهينشف. تمام. ومش هيبقى حلو خالص. فيدوبك كده توهي المية بصوابعك كده او السوائل اللي انت هتستخدميها. انا هنا استخدمت في الكحك بتاعي هنا او ال3 كيلو استخدمت ليهم 3 كوبايات. كوبايتين من اللبن او الحليب معاهم كوبايه من الميه. تمام. وممكن تستبدلي تخلوهم كوبايتين من الميه معاهم كوبايه من الحليب، عادي خالص مفيش اي مشكله. هي هتبقى نفس النتيجه.
اهم حاجة انك مش هنعجن الكحك بتاعنا. بصوا هنجيب من تحت لفوق بس كده وهنتوه بايدينا وخلاص السوائل بتاعتنا. وبعد كده هنختبر العجينة. هنختبرها ازاي العجينة؟ عشان اعرف ان الكحك بتاعي مظبوط ومش هيقطع معايا وانا بشتغل. هنا الكوبايه التالتة اهي اللي قلت لكم عليها، اللي هي كوبايه الميه. تمام. يبقى لكل كيلو خد قد ايه، كل كيلو دقيق خد قد ايه من السوائل؟ كوبايه واحده بس من السوائل. ده بالنسبه للدقيق الحاوي اللي انا مستخدماه. نسبة استغراقه 72%. أنا بستخدمه بقالي كذا سنة ما شاء الله. هي المكونات بتاعته والسوائل بتاعته ما بتتغيرش، هي كوباية واحدة بس للكيلو. هنا هو زي ما بقولك هنختبر العجينة بتاعتنا. همسك كده القطعة من العجين وهعملها كورة كده، وابدأ اعملها بصبعي. لو شققت من الجناب اعرفي ان هي ايه، محتاجة لسه سوائل خلاص. لكن هنا بسم الله ما شاء الله شايفين الكحكة عاملة ازاي، ملبن حاجة كده بالصلاة على النبي. حتى في النقش قال لها المنقاش بقطع مني ولا بتلزق في ايدي ولا اي حاجة، شايفين؟ بس انا هحطها عشان انا هحشي الايه الكحك بالملبن زي ما انتم شفتوا. هبدأ بقى ألم العجينة بتاعتي كده وهقفلها زي ما انتم شايفين، وهجيب كده. هنا كانت مرات ابني بتعمل معايا، بتقول لها هعمل معاك يا ماما قلت لها ماشي اعملي. المهم هنجيب بقى، لازم نغطي العجينة عشان ما تنشفش منك، الجو برد. تمام. ولو سبتها مكشوفة هتنشف وهتقشف منك كده وتعمل قشر. لازم تغطيها بكيسة كده علشان تفضل طرية معاكي لاخر واحدة. شفتوا الكحكة عاملة ازاي؟ بصوا بقى هنجيب كورة كده، قطعة من العجين، وهبدأ اكورها حلوة قوي واعمل فيها تجويف كده واحط فيها كورة من الملبن. وبصوا الكحكة ما بتبططش، عايزة كحكة حلوة كده ما شاء الله منفوخة كده من جوه، والملبن فيها زي الفل. ما تبططهاش، يا دوبك بس احشيها كده وقفيلي عليها، ويا دوبك اديها لفه بس كده، نص لفه على ايديكي ما بين ايديكي خلاص. وابداي ايه انقشي على طول. بصوا اهو، شايفين اهو. تاني، انا ما بططتش ولا اي حاجه، يعني دوبك كده قفلتها، حشيت فيها الملبن وقفلتها وخلاص وظبطتها، واحطها بقى وابداي انقشي. شايفين اهو، على البطيء اهو على الرايق. تمام كده. الكحك البيتي مفيش اجمل منه. فرحي ولادك كده وقعديهم، مش بيتكلف كتير والله. انت لو شريتيه من بره هتشتريه غالي جدا. تمام. لكن لمي ولادك وفرحيهم كده باجواء العيد وقعديهم واعملي معاهم الكحك زي ما انت شايفه كده. بصوا اهو. طبعا الكميه طبعا مش هقدر اعملها معاكم وانا واقفه، انا وريتكم كده على قد ما قدرت، وهاخد بقى كل الحاجات دي وهقعد على الارض كده وهنقعد مع نفسنا كده ونعيش حياتنا. وزي ما انتوا شفتوا خلصنا الكحك بتاعنا، بصوا ما شاء الله زي الفل. بصوا الكحك لازم اعمله كده مقاس صغير. انا بحب اعمل الكحكايه الصغيره، مش بحب اعمل الكبيره خالص. ليه؟ اللي يمسك كحكايه كده ياكلها يخلصها ما يسيبش منها اي حاجه. وبالنسبه لتسويه الكحك له معامله خاصه اتعلمتها من ست زمان. سوي الكحك على الرايق، اللي هو ايه، ان انا بشغل الفرن الاول على درجه حراره 200 لغايه لما يحمي ويسخن قوي. بعد كده بهديه خالص وبحط بقى كده ايه الصينيه على الفرن. انا خبزاه في فرن البوتاجاز، بحطها على الصاجه من تحت، واول ما احس انها خدت لون كده من الارضيه وبقت اللون الذهبي الجميل ومحتاجه شويه، برفعها على تحت الشوايه. تمام. وسويه كويس قوي. شايفين الكحك بتاعنا عامل ازاي؟ لونه حلو قوي. شفتوا كمان ان هو ما شاء الله دايب وناعم وجميل، وريحته حلوة قوي وطعمه جميل جدا جدا. بجد بجد حاجة كده سبيشيال. لو جربتوه بالطريقة دي ما شاء الله هتعتمدوها. أنا عن نفسي معتمداها من زمن طويل. أنا كنت بقعد مع ستي زمان وأنا صغيرة كده، وهي كانت بتعمل الكحك للعرايس، كنت بروح معاها وكنت بشوفها. فالطريقة دي أحسن طريقة للكحك بجد يا جماعة، جربوها ومش هتندموا بأمانة. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعلوا عيد سعيد عليكم يا رب وعلى أمة محمد أجمعين. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى تحطوا اللايك، وكمان تشاركوا الفيديو عشان الكل يستفيد، وربنا يحسن ما بين إيدينا جميعا. واستودعكم الله، ومع السلامة.